الحقف شمال شرق السويداء في مواجهة داعش، قرية لا يتعدى عدد سكانها 600 شخص، تحولت إلى مثال لدور المجتمع المحلي في الدفاع عن وجوده. 6 شهداء من المدنيين بعد مواجهة شرسة مع مئات المسلحين من داعش. التنظيم يواجه القرية من الجهة الشرقية باتجاه البادية. الساعة 12:30 بالليل ما حسينا إلا إطلاق النار من كل الجهات من البلد. طلعنا نحن عاد متفقين اتفاقية بين بعضنا هيك، وطلعنا ونفذناها والحمد لله طلعنا نحن الكسبانين. معركة الحقف زادت من حيطة أهالي القرية، تسير الحياة حذرة. جرى نقل النساء والأطفال إلى بلدات مجاورة، واستنفار عال بين الرجال تحسبا لأي طارئ. نحن حاسبين حساب، يعني يمكن يجونا يمكن لا، لأنه قراب علينا. والله هذا لأجل هيك عم نعمل حراسة يعني، وحاسبين حساب، وربك حميد ما استفادوا شيء. يعني متوقعين بأي وقت يعني يهجموا أو شيء، بس نحن لهم يعني بالمرصاد يعني أبدا. القرية دفعت من دماء أبنائها لصد هجوم داعش. تامر طالب في كلية التربية كان في مناوبة ليلية بمركز الهاتف، تعرض مع 3 من زملائه للصدمة الأولى من الهجوم. يروي والده معلم المدرسة بقية الحكاية. فاجأوهم بقذائف وقنابل سدوا عليهم، واستشهد الشهيد تامر، عمره 20 سنة، كان طالب جامعة كلية التربية، معلم صف، يخدم كان بكتائب البعث، وجرح زملائه 2 معه كمان أيضا. الهجوم على الحقف شكل صدمة كبيرة لأهالي المنطقة، لكنه أيضا قرع جرس الإنذار لمخاطر قد تهدد القرى المجاورة. يدفع أهالي الحقف ضريبة الموقع الجغرافي لبلدتهم، موقع جعلها هدفا لمسلحي داعش كمدخل لمحافظة السويداء وكنقطة عبور باتجاه اللجات في محافظة درعا. وفي الحالتين يقدم أهالي الحقف دما باهظا لحماية بيوتهم وأعراضهم. محمد الخضر من الحقف في ريف السويداء جنوب سوريا، الميادين.